سلام سلام غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفات جديدة. حنشارك معكم اليوم سهرة الخميس، ولا تقدروا ديروها في السهرات الرمضانية ان شاء الله راهي جاية. حاجة باهية وحلوة كيما نتوما، اللي هي ميني كنافة ولا كنافة بابلز، تجي بزاف مينيون وكذلك بشكل فردي هكذا ما نفسدوش. كل واحد يهز الذوق اللي يناسبه، ماشي كيما ديك اللي تجي كبيره ونحصلوا فيها. شاركتها معكم بثلاث حشوات، واحد الكريمه اللي تجي هايله وتغنيكم على اللي يتباع نهائيا. كيما تقدروا تقدموا هذه الكريمه في كؤوس كتحليه. شاركت معكم ايضا كيف نقدم الفواكه وشاي بالبرتقال المجفف. تقدروا تقولوا عليها سهره رومانسيه، ديروها في مناسباتكم. وشوفوا لي هذيك الكنافه كيف تجي معلوكه ومعسله، الله الله. بالنسبه للتيم تاع عالم اميره، واش نقول لكم؟ ما تبخلوش عليا بهذاك اللايك والتعليقات والبارتاج. واللي مازال ما اشتركش في قناتي نقول لك احبس وما تراطيش، راهو جاي غير جديد. ما تنساوش تفعيل الجرس. وبدون اطاله نبداو ونقولوا بسم الله. اول حاجه نبداو بها هي الشربات اللي نسقيو بها الكنافه تاعنا. في كاسرول نحطو كوب ونصف تاع ماء عادي، نضيفو عليه كأسين من السكر العادي وعصرة تاع نصف ليمون. نخلطوا المكونات هذه مع بعضها باه ما يتكرمليش السكر. حاولوا تذوبوا السكر قبل ما تحطوه على النار. نحطوها على نار هادئة كي يبدا يغلي لي الخليط تاعي. نحسب له 10 دقائق ونضيفوا له الاضافه اللي حنضيفها. انا جبت هنا الدجاجه تاعي اللي ندير بها الوقت. بعد مرور 10 دقائق نضيف له ملعقه صغيره فانيلا بودره ولا سائله كيما تحبوا. نخلطوا ونطفيو عليه ونخليوها تبرد. القوام تاع الشربات تاعنا على الاول راهو يبان لكم راهو مايه، لكنه كي يبرد يجمد ومن بعد نضيفوا له اضافه سحريه. بالنسبه للكريمه اللي قلت لكم عليها حنحطوا كأسين من الحليب. هنا راني مطفيه النار بارد في بارد. نضيفوا عليها ملعقتين كبار تاع سكر. المقادير بالجرام راني نخليهم لكم في صندوق الوصف. 4 ملاعق كبيره من نشاء الذره، وملعقه ونص بودره الشانتي. يعني اذا ما عندكمش عادي ما ديروهاش، لكن هي رايحه تعطي ذوق هايل. نخلطوا المكونات دركا جيدا ونشعلوا عليها على نار هادئة. نبقى نحرك ما نتوقفش نهائيا على التحريك. في هذه المرحلة نضيف كيس سكر فانيلا ونبقى نحرك في الكريمة تاعي حتى نتعقد معايا بهذا الشكل. دركا نطفي عليها النار ونغطيها باه ما تربيليش القشرة. هذه الكريمة راح تغنينا على كريمة الكايماك التركية اللي تتباع، نفس الذوق صدقوني. من جهة أخرى نروحوا للكنافة تاعنا. نجيبوا 400 غرام من القطايف، احنا نقولوا له شعر القطايف ولا عجينة القطايف. نبداو نقصوا فيها، تحبوا تقصوها بيدكم ولا بالمقص، ولا اللي ما عندهاش الوقت كيما حالتي تضربها 2 ضربات في الروبو وتجي مهنية. يعني ما ترحيوهاش حتى تولي ناعمة، غير 2 ضربات 3 بتكفي. في نفس الوقت راني نحضر في الزبدة منزوعة الحليب اللي سبق لي وشاركتها معكم في بقلاوة تركية. على نار هادية نبداو نحيولها في الحليب ونصفيوها بلا ما يتغير لونها. ها هي كي القطايف تاعي بعد ما رحيتها. نجيب دوكا السكر بودرة، رايحة نهز منه 4 ملاعق كبيرة تاع سكر بودرة، سكر ناعم. نرحيها في الرحاية الكهربائية هكذا باه نضمن انه ما كان حتى تكتلات. ونزيد نغربلها. بدلت الوعاء باه نخدم في راحتي. ودركا نحكم هذاك السكر مع هذيك الشعر تاع القطايف ونحكهم بين يديا، يعني حتى نحس هذاك السكر طلق الزيت تاعو. دركا نجيب هذاك الزبدة بعد ما تكون اكيد باردة. اللي يحب ذوق السمن هي يستعملوها بالسمن، لكن انا نحب ندير بالزبده. وهذه اضافه اللي حتعطيها قرمشه. ملعقه صغيره تاع زيت نباتيه. ودركا التشكيل تاعها كما قلت لكم الكنافه تاعنا بدون مول. جبت هذه اللي نخدموا بها الايس كريم، اللي بول تاع الايس كريم، نحيت لها هذاك الحديده اللي تجي ورايحه نبدا نشكل بها البابلز تاع الكنافه.
نهز كمية مليحة من القطايف ونبدا نشكل فيها في هذه الملعقة الحجم على حسب الثومه اللي تحبوا، واللي عندهم المول تاع السيليكون هذاك تاع نصف كره يديروا به كذلك. المهم تحفوها مليح وحاولوا ديروها يعني شويه خشينه خاصه في الاطراف هكذا باه يكون عندها على واه توقف. طولوا بالكم باه تجيكم الحبه متحوفه كيما ديما نقول لكم، الشغل المليح يطول هكذا. انا هنا للاسف تحذف لي المقطع اللي درت فيه الكنافه المحشيه، درتها بهذا الشكل ومن بعد حطيت فيها القليل من الكريمه وشويه تاع جبن موزاريلا وعاودت غطيت عليها بالقطايف. للاسف يعني كان يبان لي راني نصور وهو التليفون ما كانش يصور. المهم المبدا راهو عندكم نفس الطريقه غير نغطيوها من تحت. ودركا نبدا نقلب فيها بالوحده هذا الشكل، غير تهبطوها خبطوا شويه على الملعقه هذيك وتهبط الكوريه تاعكم هكذا. نتمنى انه الفيديو شارح نفسه. ها هي كي الكنافه تاعي، يعني انا جاتني كميه كبيره اللي بقات لي كونجليتها، دوك نعد لكم الكميه اللي بقات لي هذه، وكي نسحق نعاود نجبد ونشكل ونحطها وخلاص. دركا نرجع للشربات تاعي هذيك بعد ما تكون دفات، نضيف لها ملعقه عسل رايحه تعطيها واحد الذوق ولا اروع. ها هي كي الكايماك اللي قلت لكم تتباع، هما يحشيوها بهذه الكريمه. انا ما نحبش نحشيها هكذاك الكريمه هذه وحدها تجيني بزاف حلوه، دونك نضيف عليها ملعقتين كبار تاع ماسكاربون ولا اي جبن عندكم، مهم ما يكونش مالح، ونخلطها ونتحصل على احلى كريمه. ها هي كي الكنافه تاعي بعد ما طابت وهي سخونه تغلي نسقيها بهذيك الشربات اللي تكون بارده طول، يعني حوالي ملعقتين على كل حبه تاع كنافه. ما تكثروش الشربات خاصه اللي ما يحبش الحلاوه بزاف، ما تكثروش. وكذلك باه تبقى محافظت لي على شكلها، يعني من الاحسن ديروا ملعقه برك مش ملعقتين وخليوها تبرد تماما. نجيو ذكا لكيفية تقديم الفواكه. ديما يطلبوا مني كيف نزين السلطات والفواكه تاعي. جبت الفواكه هذو كيما البطيخ والدلاع الفقوس هذو الطريين، ماشي ديما لازم نقصوهم، تقدروا بطريقه هذه يجيو بزاف براتيك وكذلك باهي شكل مختلف. بهاد الملاعق تاع الايس كريم اللي يجيو صغيرين، ونبدا نشكل كريات. هذه نصف حبة بابايا نحيت لها البذور، عندي ربع حبة تاع فقوس وحبيبة تاع كاكي درتها بالملعقة الصغيرة. ودركا هنايا جبت حبة كيوي وحنشكلها على شكل زوج نجمات بسكينة صغيرة. ديروا مثلثات قراب لبعضهم هكذا حتى تكملوا الحبة تاعكم، وهذا هو شكلها. وزدت حطيت معاها شويه حبيبات تاع الفراس وعرجون تاع عنب وبوكي تاع نعناع، زعما جات تشبه السله تاع بكري هذيك اللي نرسموها. ها هي كي الكنافه تاعي، انا هنا راني ما خليتهاش بردت تماما، ما ديروش كيفي هكذاك ما زالت سخونه وطريه وانا نحرك فيها. وجبت الحشوات، هذه الكريمه اللي خدمتها وهذه الكايماك مع الماسكاربون، ومن الكريمه هذه نحيت شويه وزدت له ملعقه تاع شوكولاته للطلي وتحصلت على كريمه ثالثه. ونبدا نحشي في الكنافات التاوعي، هذه اللي خدمناها مع بعض، والثانيه حنديرها بتاع الكايماك والماسكاربون، والثالثه بتذوق الشوكولا. كل واحد يدير الذوق اللي يناسبه، تكتفيوا بفرد ذوق ولا تنوعوا انتم احرار. وجامي تتقيدوا بحاجه نديرها، مثلا شرط لازم ديروا كيما هي، كل واحد يدير المتوفر عنده. التزيين هنا اختياري، انا جبت شويه من المكسرات، تقدروا ديروا بنوع واحد ولا تزينوها غير بالورد الجوري، يعني هي المهم البنه كل راهي كيف هذيك القطايف والكريمه. وبالنسبه للتزيين تاع المكسرات تحبوا ديروا لهم كميه من العسل ولا الجلوكوز ولا الكراميل انتم احرار. وهذه المحشيه للاسف راح لي المقطع، شوفوا كيف طابت كيما من الفوق كيما من التحت. زينتها بورده جوريه
وهذاك النوار اللي قلت لكم يتباع هكذا دوغي. وهذه ذوق الثاني كذلك درته بالورد الجوري، قسمت الحبة درت نص هكذا اوراق تاع الورد الجوري ونص بالبيستاش درتو على شكل ورقات، درت تاع الشوكولا بلينوازات والاخرى بالجوز، يعني نوعت. وهذا الشاي تاع البرتقال المجفف، هو شاي الاحمر وزدت له شرائح من البرتقال المجفف، مليح بزاف في موسم هكذا تاع البرد، يحمينا شويه من لاغريب، الله يعافينا ويعافيكم. وهذه هي التقديم تاعي. شوفوا هذيك الكريمه اللي بقات لي زينتها بالتوت وكذلك جات هايله. وها هي كي الكنافه تاعي في صحن التقديم بتزيينات مختلفه واذواق مختلفه، صدقوني تجي في الذوق ولا اروع، جربوها وما تندموش. واكيد قبل ما يلحق رمضان باذن الله راني ناويه ندير لكم الكنافه الاصليه اللي تجي بالجبن العكاوي والموزاريلا، تجي كذلك رائعه. هذيك انا الزوج تاعي يموت على هذه المعسلات في رمضان. ان شاء الله نجرب معاكم كل حاجه تعلمتها ولا نعرفها، وما نبخل على حتى وحده فيكم بمعلومه. دعوه الخير برك، وما تنساوش خاوتي وخواتاتي تدعموني بتعليق وجام وبارتاج باه تكبر عيلتنا. وشرف كبير ليا انكم من ضمن لاتيم تاعي وعائلتي الثانيه. نتلاقاو في وصفات جديده اخرى ان شاء الله. تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، والسلام.